يبقى كل جوهر له ميزة بتميزه. الجوهر الإلهي له ما يميزه، إنه مثلا أزلي. في حد أزلي غير الله؟ أنه ضابط الكل. ثواني، ضابط الكل، لو احنا قلنا ان دي صفة من صفات الجوهر الالهي ده، يبقى كل واحد بيحمل الجوهر الالهي ضابط الكل. يبقى عندك كام ضابط كل؟ 3. إنه الخالق. عندك كام خالق؟ 3. إنه غير محدود. 3. إنه كلي القدرة. 3. كلي الحكمة. 3. فدي بقى الصفات بتاعت الجوهر الإلهي. قبله بقى اللي جاي. يلا السؤال بقى ليكم، يلا، الصفات دي في الآب ولا في الابن ولا في الروح القدس؟ ردوا بقى. ها، الصفات دي في الاب ولا في الابن ولا في الروح القدس؟ ها؟ 3 زي بعض ولا فيها يعني الآب أميز منهم؟ زي بعض. في ال3. الصفات دي في ال3. واضح يا شباب؟ الكلام ده في منتهى الخطورة والأهمية. زي بعض ولا فيها يعني الآب أميز منهم؟ زي بعض. زي بعض. ال3 يحملوا كل هذه الصفات زي بعض، مفيش فرق. دي اسمها مساوي في الجوهر. دي اسمها كده مساواة في الجوهر، اللي هي أول واحدة دي. طيب الصفات بقى في الجوهر الإلهي اللي هي محدش يقدر ياخدها، موجودة في الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ في ال3. شوفوا بيعلم العيال تبقى ازاي مشركه. خدتوا بالكم؟ الصفات دي موجوده في الاب ولا في الابن ولا في، قال لك ال3. طب انت بتعبد كام واحد؟ لا انا بعبد واحد. صح ولا انا غلطان؟ بيعلمهم ازاي يبقوا مشركين، بيحفظهم الشرك. احفظوها كده، احفظوها زي ما بقولها.